السلام عليكم يا أحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. النهاردة جايبالكم قصة أحداثها حقيقية وحصلت بالفعل، بس في الأول نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا شفيعي يا رسول الله، وما ننساش اللايك يا حبايب قلبي. ودلوقتي بقى يلا بينا نبدأ حكايتنا. وقبل ما احكي لكم حكايتي أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي أسماء، اللي كبرت على وجود بيت الدجال اللي اسمه صالح، وكل يوم والتاني رايحة عنده على هناك عشان أمي عودتني على كده من زمان. وفي يوم من الأيام كنت عنده ولقيته بيقولي: مالك يا أسماء، في ايه بالظبط؟ أنا حاسس كده إن انت بتيجي هنا غصب عنك، مع إني بعمل كل اللي أمك بتطلبه مني بالظبط. بصراحة كده بقى أنا مش عايزة أعمل كل اللي أمي طلبته مني. بنت عمتي دي ملهاش ذنب في كل اللي هيحصل لها، وموضوع الجواز ده اسمه ونصيب مش أكتر. أنا بصراحة مش مصدق لحد دلوقتي إن واحدة زيك بالجمال ده كله ما يجيلهاش ولا عريس. النصيب بقى، هنعمل إيه يعني؟ المهم بقى أمي بتقولك هتعمل نفس اللي انت بتعمله كل مرة. أصل بنت عمتي جاي لها عريس النهاردة، ولازم الجوازة دي تتفركش قبل ما تبدأ. بس كده عينيا ليكي يا قمر. انت عارفة يا بنتي يا أسماء، ما تعرفيش أنا بفرح قد إيه يا أسماء لما أي عريس يجي يخطب بنت عمتك. أكيد يعني هيشوفك في وقتها، ويمكن بقى يتم المراد ونفرح بيكي. وانا قمت ووقفت وقلت له الحاجة بتاعتها عندك، واظن كده بقى انت مش هتحتاج مني اي حاجة تانية. انا ماشية. وانا سبت ومشيت وروحت على البيت على طول. وانا واقفة على السلم سمعت صوت عمتي وهي بتقول: يا بنت ايه الكلام الفارغ ده؟ انا واثقة ومتأكدة ان البنت اللي اسمها اسماء دي عمرها ما حبتك في يوم من الايام، ولا حتى تمنت لك الخير. ارحمي نفسك بقى شوية وبطلي الهبل اللي انت فيه ده. يا ماما حرام عليكي، وهي ذنبها ايه؟ ما انت عارفة اللي فيها ان انا رحت وكشفت عند كذا دكتور، وقال لي ان انا عندي مشكلة نفسية وهي اللي بتأثر عليا كده. وتقدري تقوليلي بقى الحالة النفسية دي ما بتظهرش ليه غير لما بيجيلك العريس؟ انا خلاص جبت اخري ونويت امشي من البيت ده كله. انا بكره البيت اللي اسمها اسماء دي. وانا خدت بعضي وطلعت على شقتنا على طول، ودخلت على ماما وقالت لي: ها يا بنت طمنيني، رحت للشيخ صالح؟ اصل العريس جاي النهاردة الساعة 5 ولازم يحصل المراد زي كل مرة. حرام عليكي بقى يا ماما، انتي خليتي الناس كلها ما تحبنيش. ما بقاش في اي حد بيحب وجودي بسببك انتي. اسمعيني كويس قوي يا اسماء، عشان تعرفي تعيشي في الدنيا دي لازم تحبي نفسك وتدوسي على اي حد عايز يسرق سعادتك منك. انت فاهمة ولا لا؟ وانا بنتي حبيبتي مفيش حد احسن منها ابدا. عمتي عايزة تمشي من البيت ده كله يا ماما، ومحدش بقى يجي يزورنا عشانك انتي. وانا ما بقاش ليا اصحاب. كل واحدة من صحابي لما بتكون احسن مني لازم تعملي لها عمل. ما ينفعش يا ماما اللي انت بتعمليه فيا ده. انا كده مش هعرف اعيش في الدنيا. بقولك ايه بقى يا بنت، انتي ما تقوليليش اعمل ايه وما اعملش ايه. يلا غوري على اوضتك، ومش عايزة كلام كتير. وانا سبتها ودخلت على اوضتي واتوضيت وصليت، وكنت بدعي ربنا ان امي تبطل تعمل الاعمال والسحر ده. واول ما جه الليل في شقة عمتي كانت قاعدة مع العريس وامه، وبعدها قالت: يا اهلا وسهلا بيكم، انا فرحانة قوي ان انتوا جيتوا تزورونا النهاردة. ده انا حتى بسمع عن اسم النبي حرصه وصاينه ان مفيش بعد اخلاقه وتربيته ابدا. ده ما بيسيبش فرد في المسجد. ده كله من اصلك يا ام حنان. بس معلش يا اختي في السؤال اللي انا هقولهولك، ما تزعليش مني. هو ليه كل ما يجي عريس لبنتك يمشي على طول من غير حتى ما تتفقوا مع بعض؟
اصل الجواز بالذات يا حبيبتي بيبقى اسم ونصيب، وبعدين الناس كلها عارفة بنتي كويس قوي، وعارفة ان هي قد ايه مؤدبة ومتربية. بعد اذنك يا حبيبتي. وقامت عمتي وشغلت القرآن، وام العريس قالت لها: الله، امال فين عروستنا الحلوة؟ عايزين نشوفها يا ام حنان. وفي الوقت ده خرجت حنان من جوه، واول ما دخلت عليهم النور قطع على طول. وعمتي اللي قالت: بسم الله الحفيظ، تعالي يا حبيبتي لما اقوم اجيب شمعة من جوه. وعمتي اللي دخلت وجابت شمعة وحطتها على الترابيزة، وكلهم قعدوا مع بعض. وفجأة حنان سمعت صوت كلب جنبها بيهوهو جامد، ولما بصت جنبها لقيته كلب اسود قاعد مكان العريس. وحنان اللي اتخضت جدا وقعدت تعيط وقالت: كلب كلب، الحق يا ماما، ارجوكي خرجيه بسرعة من هنا، انا بخاف من الكلاب. وفجأة النور جه من تاني، ولقت العريس واقف قدامها. وام العريس اللي قالت: هو انت يا بنت اتجننتي ولا ايه بقى بتقولي على ابني انا كلب؟ انا دلوقتي عرفت العرسان بتطفش منك ليه يا بنت المجنونة. اهدي بس كده يا حبيبتي، بنتي ما تقصدش ابدا. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده بس يا حنان؟ وحنان اللي انهارت من العياط وقعدت تقول: انا مش عايزة اتجوز يا ماما، انا مش عايزة اتجوز. وسابتهم ودخلت على الأوضة وهي منهارة من العياط. ومشي العريس وامه وعمتي اللي دخلت عليها وقالت لها: ممكن افهم ايه اللي حصل بره من شوية ده؟ انت ليه بتعملي كده يا بنتي؟ ليه بتطفشي العرسان؟ ما الراجل كان قاعد كويس، ايه اللي حصل لك بس؟ والله العظيم يا ماما انا شفت العريس كلب، انا مش عايزة اتجوز خلاص يا ماما، ارجوكي بقى يا ماما انسي موضوع الجواز ده خالص. ومن قالك ان انا هسكت؟ انا عمري ما اسكت على حاجة زي كده ابدا. انا شاكة في مرات خالك وبنتها، اكيد عاملين لك عمل. بطلي ظلم وافترى بقى يا ماما، ما هو كلامك ده هو اللي عمل فيا كل ده. لو مرات خالي هي اللي بتعمل لي الاعمال دي ما كانت عملت لبنتها وجوزتها من زمان. اوعي كده يا ماما. وحنان اللي سابتها وطلعت عندنا على طول، وماما فتحت الباب وقالت لها: ايه ده؟ معقولة الكلام ده؟ بقى حنان سابت العريس قاعد لوحده تحت وطلع هنا؟ اوعي تقولي ان انت جاية تاخدي بنتي عشان تقعد معاكي تحت ونشوف العريس. كل اللي عايزة اسألهولك، انت ليه ما بتحبنيش كده مع اني بحبك جدا وبحب اسماء زي اختي بالظبط، لاني ماليش اخوات خالص، وبحس ان هي اختي من دم ومن لحمي. والمفروض بقى يا حبيبتي اصدق كلامك اللي انت بتقولي ده. انا عارفة ومتأكدة ان انت عمرك ما حبيتي بنتي ابدا ولا هتحبيها في يوم من الايام. معلش يا مرات خالي، ممكن اقعد مع اسماء؟ عايزة اقعد معاها شوية. وفجأة لقيت حنان دخلت عليا الأوضة وانا عمالة اعيط، وقالت لي: مالك يا اسماء يا حبيبتي بتعيطي كده ليه؟ انا مش عارفة مين فينا اللي يعيط على حظه وبخته. شفت اللي حصل لي يا اسماء؟ انا مش عارفة ايه اللي بيحصل لي. اول ما بيجيلي عريس بنهار جدا ومش ببقى طايقة اشوفه قدامي، ومشي زي اللي قبله. وانا بصيت لها وانا حزينة عليها لانها صعبت عليا جدا، وقلت لها: ما تزعليش نفسك يا حبيبتي، نصيبك هيجيلك لحد عندك. ربنا مش رايد ان انت تتجوزي دلوقتي. مش مشكلة خالص يا اسماء ان انا اتجوز دلوقتي او لا، المشكلة اللي بيحصل قدام كل عريس وانا مش عارفة فيه ايه بالظبط، ومحدش مصدقني ابدا. وانا اللي قربت منها وخدتها في حضني وطبطبت عليها وقلت لها: مش عايزاكي تزعلي نفسك ابدا يا حبيبتي، الجواز ده اسم ونصيب. ايه رأيك لما اعمل كوبايتين شاي ونقعد انا وانتي في البلكونة؟ انا فعلا محتاجة اتكلم معاكي يا حنان. وفي الوقت ده ماما كانت قاعدة مع جارتنا عنايات وقالت لها: يا ولية، هو انا هفضل اعيد وازيد في الكلام كل شوية ولا ايه؟ يعني ايه مش فاهمة كلامي؟ انا فاهمة كلامك يا رؤية، بس اللي مش فاهماه
انت ليه عايزة تعملي كده يعني؟ عايزة اعمل كده ليه؟ دي بتاعتي انا مش بتاعتك انت خالص. انت هتاخدي القرشين دول وانزلي قولي الكلام اللي قلتلك عليه وحفظتهولك. عندك حق يا ام اسماء، انا كل اللي يهمني هي الفلوس وبس، مش عايزة اكتر من كده. والست عنايات خدت بعضها وخبطت على شقة عمتي، وعمتي اللي فتحت لها وقالت لها: عنايات، ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ اهلا وسهلا، اتفضلي ادخلي. وعنايات اللي دخلت وقعدت معاها وقالت لها: قلبي عندك يا حبيبتي، ده انا اول ما سمعت الكلام اللي في الشارع والناس بتقول ايه على بنتك قلت اكيد دلوقتي ان انت تعبانة وحزينة على بنتك، ولازم اطلع واطمن عليكي. كلام ايه اللي بيتقال على بنتي يا عنايات؟ ومين اللي بيتكلم على بنتي؟ كل الناس يا حبيبتي ملهمش سيرة غير بنتك واللي بيحصل لها. بصراحة كده بقى هم عندهم حق، بيقولوا عليها بنتك مش بنت بنود، عشان كل ما يجيلها عريس لازم تطفشه بأمور الجنان بتاعها ده، عشان لو اتجوزت يا حبيبتي المستور هيبان وتتفضح. قطع لسان اي حد يتكلم على بنتي بنص كلمة، ده انا بنتي اشرف من الشرف وادب الدنيا كلها فيها. تصدقي بقى انا غلطانة ان انا طالعة احذرك واقولك وديها لاي داية وتشوفها وتكشف عليها وتقطعي سيرتها اللي بقت على كل لسان شوية. اصل بنتك حلوة ونخشة ودلوعة ويتبصلها يا عينيا، البنات دي لازم يتقفل عليهم، لكن بنتك يا نظري طول النهار برا ودايما بترجعلك متأخرة من برا. يلا خليني ساكتة احسن. وعمتي اللي قامت ووقفت وقالت: معلش يا عنايات يا اختي، انا تعبانة شوية ومش قادرة اسمع اي كلام، بعد اذنك هدخل انام. وماله يا حبيبتي براحتك، بس نصيحة مني لازم تطمني على بنتك وتكشفي عليها. وعنايات اللي سابتها ومشيت، وبعد ما عدى ساعة نزلت حنان من عندي وقالت لها: ايه ده يا ماما، هو انت عندك ضيوف ولا ايه؟ ازيك يا خالة ام ابراهيم، عاملة ايه يا حبيبتي، محدش بيشوفك يعني. ادخلي قدامي على الأوضة جوه يا حنان ودلوقتي حالا. هو في ايه يا ماما؟ انا مش فاهمة قصدك ايه. انا بقولك كلمة مرة واحدة يا حنان، ادخلي قدامي يلا دلوقتي حالا على الأوضة. يلا بينا يا ام ابراهيم، لازم اعرف بنتي اذا كانت بنت بنوت ولا لا. يا لهوي، هو انت شاكة فيا يا ماما؟ ده انت مربياني احسن تربية وعمري ما اعمل اي حاجة تغضب ربنا ابدا. وانا كلامي انتهى يا حنان، هتدخلي الاوضه دلوقتي وتنفذي اللي قلتلك عليه ولا خليه غصب عنك يا بنت بطني. يلا امشي قدامي. وعمتي اللي اخدت حنان من ايديها ودخلتها الاوضه بالعافيه ومعاها الدايه ام ابراهيم، والدايه لما كشفت عليها خرجت هي وعمتي، والدايه قالت لها: بنتك بختم ربها يا ام حنان واشرف من الشرف ومحدش لمسها ابدا، يا ريت تبطلي ترمي ودانك للناس. وعمتي اللي قعدت تعيط وقالت: منها لله عنايات، شككتني ببنتي، بس برضو كل اللي بيحصل مع بنتي ده مش طبيعي ابدا، كل عريس يجي لبنتي لازم بنتي تعمل فيه كده وتطفشه. انا لو منك يا ام حنان اروح للشيخ صالح، ده راجل واصل وهيعرف بنتك فيها ايه. اخصى عليك يا ام ابراهيم، بقى انت عايزاني ادخل بيت الراجل الدجال ده لا يمكن يحصل ابدا. ومين قال بس ان هو دجال؟ ده راجل ومكشوف عنه الحجاب وبيعرف كل حاجة. وبصراحة كده بقى براحتك، انا ماشية يا حبيبتي. والداية اللي سابتها ونزلت، وماما في الوقت ده كانت واقفة مع الجيران في الشارع وقالت لهم: اسكتوا اسكتوا، ده طلعت شكة ببنتها عشان كل يومين والتاني ترفض عريس شكل، وانا سمعتها عمالة تتكلم في التليفون وقال ايه جايبة الداية عشان تكشف عليها، بس معرفش بقى قالت لها ايه. يلا ربنا يسترها على وليانا. تصدقي يا ام اسماء
قال ايه؟ وانا اللي كنت جايبة عريس لبنتها، وكويس قوي يا اختي ان انا عرفت كل اللي حصل ده عشان اخليني في حالي وماليش دعوة بحد، على رأي المثل امشي في جنازة وممشيش في جوازة. يعني انت مش لاقية من كل بنات الحارة غير البت دي؟ ده من ساعة ما جوزها مات وهي سايبة لبنتها السايب في السايب. يلا خليني ساكتة احسن لما اطلع اشوف بنتي بتعمل ايه. اصل انا مربية بنتي كويس قوي ومش بخليها تخطي باب الشارع ابدا غير لما تكون عايزين طلبات. وامي اللي سابتهم وكانت طالعة العمارة وشافت باب جارتنا نحمده مفتوح وكانت قاعدة بتعد الفلوس، وامي اللي قالت لها يا اختي خليك انتي كده مخزناهم على قلبك قد كده، بكرة تسيبيهم وتموتي. يا اختي على رأي المثل اللي ما يعرفش يقول عدس انتي ما تعرفيش اللي فيها يا اختي. وانا مش عايزه اعرف اي حاجه يا نحمده، خليكي كده يا اختي مدعيه الفقر على طول لحد ما ربنا هيفقرك. وامي اللي سابتها وطلعت على شقتها على طول، والست نحمده مسكت التليفون وقالت الو. ايوه يا سيد يا حبيبي، انا بعت الدهب كله اللي كان معايا، هتعمل لابنك العمليه امتى؟ دهب ايه بس اللي انت زعلان عليه يا سيد؟ كله يغور يا حبيبي قدام سلامة ابنك. وفي الوقت ده انا كنت قاعدة في الصالة ولقيت امي داخلة عليا وبتقولي بقولك ايه يا اسماء، انا عايزاكي تروحي تباتي عند خالتك النهاردة، مش عايزاكي تبقي قاعدة في البيت هنا. وليه بقى يا ماما؟ ما انتي عارفة ان انا ما برتاحش عندهم خالص. جرى ايه يا بنتي؟ هو انت هتفضلي ترد عليا الكلمة بكلمتها ولا ايه؟ يلا روحي غيري هدومك دي وروحي عند خالتك دلوقتي حالا. وفعلا سمعت كلامها ومشيت ورحت عند خالتي. وعدت ساعة والشيخ صالح راح لأمي في البيت وقال لها ها جاهزة؟ انت اول ما اتصلت بيا جيتلك على طول. طبعا جاهزة يا شيخ صالح، انا عايزة العمل المرة دي يبقى اقوى من اللي فات. انا عايزة البت حنان دي المرض ينهش في عظمها ولحمها وما تقومش من فرشتها ابدا، يعني عايشة ومش عايشة وتشوف عذاب الدنيا كله. بس كده من عينيا الاتنين. بس انتي عارفة طبعا ان العمل السفلي بيتعمل ازاي؟ لازم يتعمل على امال ايه يا شيخ صالح؟ انا كلمتك ليه؟ انا جاهزة طبعا، ادخل على اوضة النوم. ودخلوا هما الاتنين اوضة النوم، وقبل ما يقرب منها او يعمل اي حاجة امي وقعت من طولها على طول. والشيخ صالح اللي قرب منها وقال ايه ده؟ هو انت مت يا ولية انت ولا ايه؟ مش قادرة تصبري نص ساعة؟ لا بقولك ايه، انا لازم اعمل العمل، يعني لازم اعمله. اصل انا عمري ما هلاقي واحدة هبلة زيك ابدا. وصالح اللي قام وقفل الباب، وبعد ما عدى ساعة مشي على طول. وتاني يوم انا رجعت البيت ودخلت على أوضة ماما ولقيتها نايمة على السرير ولابسة هدوم خفيفة. ايه ده يا ماما؟ هو انت من امتى بتنامي بهدوم خفيفة كده في عز الشتاء؟ وبعدين هو انت نايمة ليه؟ مش بعادة يعني؟ ماما هو انت ما بترديش عليا ليه؟ وطلعت تليفوني واتصلت بالإسعاف ورحت بيها على المستشفى على طول. وحنان اللي جت معايا وقالت لي ما تخافيش يا أسماء، تلاقيها بس جات لها دوخة من قلة الأكل ولا حاجة، وإن شاء الله ربنا هيطمنك عليها وهتبقى زي الفل. يا رب يا حنان، ده جسمها كان متلج قوي وأنا بصراحة خايفة عليها. أنا بدعي ربنا إن هي تقوم لي بألف سلامة وما تكونش فيها أي حاجة. وفي الوقت ده الدكتور خرج من جوه وقال البقاء لله يا جماعة، المدام كانت حامل، بس الغريبة ان الجنين لسه عايش في بطنها. انا مش فاهم ازاي. جنين ايه يا دكتور؟ حضرتك بتتكلم على انهي حالة؟ انا تبع الحاجة رؤية. الحاجة رؤية؟
انا عارف كل الكلام اللي حضرتك بتقوليه يا انسة، هي حامل في الشهر الخامس، بس انا مش فاهم ازاي بطنها مش باين عليها اي حمل. انت اتجننت يا دكتور ولا ايه؟ انت حضرتك مش عارف بتقول ايه؟ امي اللي جوه دي ابويا ميت من 10 سنين وهي مش متجوزة. وفي الوقت ده خرجت الممرضة وقالت للأسف يا دكتور الجنين اللي في بطنها نبض وقف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على العموم تقدروا تستلموا الحالة، بس تخلصوا إجراءات المستشفى الأول. والدكتور دخل وسابني وأنا كنت واقفة ومنهارة من العياط، وحنان اللي قالت لي أحسن حاجة يا أسماء إن إحنا نكرمها وندفنها، بس مش عايزين أي حد يعرف عن الكلام اللي الدكتور قاله. بقى معقولة أمي كانت بتوديني عند خالتي عشان تقابل عشيقها بشقة أبويا؟ إزاي أمي تعمل حاجة زي كده؟ أنا بجد مش قادرة أصدق. مش وقته الكلام ده يا أسماء، اللي حصل حصل، ربنا يرحمها ويغفر لها، يلا بينا نمشي من هنا. وخرجت الممرضة من جوه وقالت بسرعة لو سمحتوا خلصي كل إجراءات الحالة اللي جوه دي ريحتها قلبة المستشفى، دي ريحتها وحشة قوي مش عارفة ليه. ودخلت أنا وحنان على ماما وقلت مش المفروض نستلمها وهي متغسلة ومتكفنة؟ ما حدش هيقدر يغسلها ولا يكفنها يا أنسة، انتي مش شامة ريحتها عاملة ازاي؟ دي قلبة ريحة المستشفى كلها ومحدش هيوافق يقرب منها أبدا. أرجوك يا أنسة خديها من هنا وخلصي إجراءات المستشفى وامشوا. وفعلا جبت 2 عشان يشيلوا ماما ونروح بيها على البيت، لأن المستشفى رفضت تغسلها أو حتى تكفنها. وكل شوية أرش برفان كتير لأن الريحة ما كانتش عايزة تختفي أبدا. ودخلوا ماما على شقتنا عشان أجيب لها مغسلة وتغسلها. وحنان اللي دخلت على شقة عمتي وقالت لها ايه يا ماما اللي انت لابسه ده؟ الناس هتاكل وشنا كده، انت لابسه الوان ومرات خالي متوفيه. اخرسي يا بنتي، يعني من كتر حبي فيها عايزانا انزل لها؟ لا طبعا مش نازله، واقعدي جنبي هنا ومش عايزه اسمع لك صوت. طيب عشان خاطري انا يا ماما انزلي واقعدي تحت مع الناس اللي بتعزي، ما ينفعش ده واجب. يا لهوي ايه الريحة المعفنة دي؟ الريحة دي ما بقتش موجودة في البيت الا لما المخفية وصلت البيت. هو انت بتتكلمي عن الريحة وانت قاعدة هنا يا ماما؟ امال لو نزلت شقتها تحت هتقولي ايه؟ يلا بينا يا ماما، اسماء واقفة بطولها تحت، ما ينفعش نسيبها ابدا. وحنان وعمتي نزلوا على تحت على طول وسمعوني وانا بقول للمغسلة بالله عليكي استحملي الريحة شوية، لازم امي تتغسل النهاردة عشان نكرمها. اغسل مين يا بنتي؟ ده انا حتى مش عارفة ادخل الأوضة، سامحيني يا بنتي مش هقدر اغسلها. وانا اللي قعدت اعيط وقلت لها مش كفاية كل الناس اللي كانت قاعدة مشيت من العزا ومحدش هيحضر عزاها ابدا ولا حتى هيشيل الخشبة بتاعتها. بقولك ايه بقى، انا ورايا شغل كتير ولازم امشي دلوقتي، سامحيني بقى يا حبيبتي. والمغسلة اللي سابتني ومشيت وانا ما كنتش عارفة اعمل ايه ولا حتى اتصرف ازاي. من اعمال امك يا حبيبتي محدش هيرضى يجيلها ابدا. بس يا ماما ما تقوليش كده، هي دلوقتي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. وحنان اللي قربت مني وقالت لي انا مش عايزاكي تشيلي هم خالص يا اسماء، انا هنزل دلوقتي ومش هرجع غير لما اجيبلك حد يغسل مرات خالي. وانا سبتهم ودخلت اوضه امي وهي كانت نايمه على السرير ومتغطيه، وانا قعدت على الارض جنب السرير وقلت هي يا ماما مرتاحه كده؟ كنت فاكره هتعيشي العمر كله؟ كنت فاكره ان انت مش هتتحاسبي على كل اللي انت عملتيه مع الناس؟ بس ارجع واقول انت السبب في كل اللي حصل ده، ربنا يسامحك ويسامحني على اللي عملته معاكي. ولقيت حنان دخلت عليا الأوضة وقالت لي انا جبتلك الحاجة ليلى وقالت لي ان هي شافت حالات كتيرة زي دي وناوية تغسل امك. بجد ربنا يخليكي ليا يا حنان، انا مش عارفة اشكرك ازاي. وبصيت للمغسلة وقلت لها طيب هو حضرتك هتقدري على الريحة دي؟ ربنا هيقدرني ان شاء الله يا حبيبتي، واللي هقدر اعمله هعمله ان شاء الله.
والمغسلة اللي رفعت الغطا من على وش ماما وكان وشها اسود سواد مش طبيعي ومفتحة عينيها ومخضوضة، وحنان اللي قالت بسم الله الرحمن الرحيم. هو ايه اللي حصل لها يا اسماء؟ هي ما كانتش كده في المستشفى. بقولك ايه، انت وهي اي حاجة تحصل في الأوضة دي ما ينفعش تتقال بره، مفهوم؟ لا طبعا يا حاجة ليلى، دي أسرار وما ينفعش نتكلم فيها أبدا. وأنا اللي ما قدرتش أشوف أمي بالشكل ده وطلبت من المغسلة إن أنا أخرج بره، ولما خرجت لقيت كل الستات اللي أمي أذتهم قاعدين بره في العزا، وعمتي اللي قربت مني وقالت لي شفت مين اللي جاي يعزف أمك؟ أكتر واحدة أمك أذتها في حياتها. وعدى ساعة ولقيت المغسلة خارجة من الأوضة وقلت لها بالله عليكي اوعي تقولي ان انتي ماشية ومش هتغسلي امي، ارجوكي عشان خاطري، امي لازم تتكرم النهاردة. كل اللي انا عايزة اعرفه منك امك كانت بتعمل ايه في حياتها يا اسماء؟ انا مش عارفة اغسلها خالص، ده كل حتة في لحمها عمال ينزل على الارض. انا مش عارفة كانت بتعمل ايه، انا معرفش عن امي اي حاجة. ولقيت عمتي اللي قربت مني وقالت لي لا والله، يعني انتي مش عارفة امك كانت بتعمل ايه؟ امال كنت عايشة معاها ازاي يا حبيبتي؟ اسمعيني كويس قوي يا اسماء، انتي لازم تقوليلي امك كانت بتعمل ايه عشان الناس لازم تسامحها عشان اقدر اغسلها. وانا قعدت ابص للناس اللي حواليا وقلت لها سبحان الله، كل الناس اللي امي اذتهم موجودين هنا في العزا، وانا وقفت قدام الستات اللي بتعزي وقعدت اعيط وقلت بالله عليكم اي واحدة فيكم امي اذتها يا ريت تسامحها عشان اقدر ادفن امي النهاردة. وانا بصيت لحنان وقلت لها وانتي كمان يا حنان بالله عليكي سامحيها، لان اي عريس انت كنت بترفضيه كان بسبب امي. معقولة مرات خالي كانت بتعمل فيا كده؟ طيب ازاي؟ دي ما كانتش عارفة عنوان اي حد منهم. شفتي مش قلتلك الكلام ده وانتي ما كنتش بتسمعي الكلام ابدا، واكيد بنتها كانت بتستنى اي عريس ينزل من عندك وتحاول تتكلم معاه. والله ما حصل ابدا يا عمتي، ربنا اللي يعلم، انا ماليش دعوة. امي كانت بتعمل لك اعمال يا حنان. وفجأة لقيت الستات اللي في العزا وقفوا وقالوا منك لله انت وامك كنا بنديكوا الامان وانتوا اصلا ما تستاهلوش. وكانوا لسه هيمدوا ايديهم عليا لقيت المغسلة حشتهم عني وقالت خلاص يا جماعة، البنت ملهاش اي ذنب، حرام عليكم، وامها اخدت جزائها في الدنيا ولسه هتاخده في الاخرة. وعمتي اللي قالت ومن قالك ان احنا هنقعدها في البيت ده تاني؟ خلاص الولية اللي جوه دي مش هتتغسل وهتدفن زي ما هي. وكل الناس اللي في العزا سابوني ومشيوا، وانا كنت منهارة من العياط وقلت بالله عليكي اوعي تعملي كده في امي لازم تتغسل، ارجوكي استحملي الريحة شوية. صدقيني يا حبيبتي الموضوع مش بايديا خالص، الموضوع مش ريحة وبس، الموضوع اكبر من كده بكتير. انا اول ما بحط عليها المية لحمها كله بينزل ومش هينفع تتغسل بالشكل ده. طيب والحل ايه دلوقتي؟ مفيش اي حل غير ان هي تدفن كده وربنا يتولاها برحمته. وعلى فكرة كمان مفيش ولا كفن هتتكفن بيه، لان الكفن بيتحط عليها بيدوب لوحده، مفيش غير الملاية اللي هي كانت نايمة عليها. انتي بتقولي ايه؟ انتي كمان مش عايزين اكفنها ولا حتى تتغسل؟ يرضي مين ده بس يا ربي؟ معلش بقى يا حبيبتي، انا عملت كل اللي اقدر عليه، بس انا مش هقدر اقعد اكتر من كده بعد اذنك. وفعلا المغسلة سابتني ومشيت، وانا رحت جبت ناس وشالوا امي ودفنوها زي ما هي. وانا اول ما رجعت البيت لقيت عمتي واقفالي وقالت لي خلاص بقى يا حبيبتي مش هينفع تقعدي هنا تاني، انا كلمت صاحب البيت وقال لي ان انت لازم تمشي من هنا. ارجوكي يا عمتي انا تعبانة طول اليوم،
خليني ادخل ارتاح شوية في الشقة وبعدها اعملي كل اللي انت عايزاه. انت مش هتخطي الشقة دي تاني، وكمان مش هتاخدي العفش معاكي. يلا اتكلي على الله من هنا وشوفي اي مكان تقعدي فيه وتأذي الناس فيه. اروح فين بس يا عمتي دلوقتي؟ حرام عليكي، انت عارفة كويس قوي ان انا مليش اي مكان اروح فيه. ما انا برضو بنت اخوكي ومليش ذنب في كل اللي حصل ده. اخلصي بقى، هو انت هتقعدي تشحتنا ولا ايه؟ يلا اتكلي على الله من هنا، منك لله انت وامك على اللي عملتوه ببنتي. وانا سبتها ونزلت وفضلت ماشية في الشارع وما كنتش عارفة اعمل ايه ولا حتى اتصرف ازاي. وقابلت عم صالح جاي وبيقولي انت فين يا اسماء يا بنتي؟ ده انا عمالة ادور عليكي في الشوارع زي المجنون. ربنا يرحم امك يا رب. بقولك ايه، انا مش عايزة اشوف وشك تاني. امشي من هنا، انت السبب في كل اللي حصل لنا. انت فضلت تضحك على امي لحد ما ضيعتها دنيا واخرة. منك لله يا شيخ. يعني انا مهنش عليك اللي حصل معاكي يا اسماء وقلت اجي واطمن عليكي تقولي لي الكلام ده برضو؟ هو كان حصل معايا ايه؟ انا مش فاهمة اي حاجة. انا كنت كويسة جدا لحد ما انت ظهرت في حياة امي. اصل عمتك جات لي النهاردة عشان اعمل لك عمل، وانا طبعا عمري ما هعمل الكلام ده ابدا، بس بخبرتي كده عرفت ان هي عامله لك عمل بره وهي السبب في كل اللي بيحصل ده كله. انت واحد كذاب. عمتي بتصلي وعمرها ما بتسيب فرض ربنا ابدا، وعمرها ما تعمل لي الكلام الفارغ ده. اخصى عليكي يا اسماء، ده انا متضايق والله عشانك من قعدتك في الشارع دي، وقلت لنفسي اجيب لك شقة عشان تقعدي فيها. انا خلاص ما بقتش عارفة افكر ومش عارفة مين الكويس ومين الوحش. اعصابي تعبت من كل اللي بيحصل فيا. اسمعي كلامي وتعالي معايا يا بنت الناس. ما ينفعش تقعدي في الشارع بالشكل ده، كلاب السكك كتير وانتي بنت غلبانة وما ينفعش حد يأذيكي. وانا ما كانش قدامي حل غير ان انا اروح معاه، وفعلا رحت معاه وشفت الشقة اللي قال عليها وقال لي اتمنى الشقة تكون عجبتك يا اسماء. الشقة حلوة قوي يا عم صالح، بس طبعا اكيد كل حاجة انت بتقدمها لي ليها مقابل. ممكن اعرف انت عايز مني ايه بالظبط؟ ادخلي نامي دلوقتي وارتاحي يا اسماء، والتلاجة عندك في المطبخ مليانة من كل حاجة. ابقي كلي قبل ما تنامي وبعدين نبقى نتكلم في اي حاجة تانية. طيب ممكن اسألك سؤال؟ انت ليه بتأذي الناس؟ ليه بتعمل الحاجات دي وبتغضب ربنا؟ انا كنت عايش في حالي زمان زي اي حد، بس لقيت الدنيا كلها جاية عليا وقلت لنفسي لازم اخد حقي من كل الناس اللي اذوني. وعلى فكرة بقى الناس دي مش كويسة ابدا يا اسماء. وعلى فكرة بقى الزمن اللي احنا عايشين فيه ده لو معرفتيش تبقى قوية وتاخدي حقك تالت ومتلت الناس هتدوس عليكي بالجزم. انا ما كنتش اتوقع ابدا ان عمتي تعمل فيا كده وترميني في الشارع. انا كنت بحبها جدا هي وبنتها، وكنت زعلانة عليهم من كل الحاجات اللي كانت امي بتعملها معاهم. ولقيت صالح قرب مني وقال لي الناس دي بقى اول ناس لازم تاخدي حقك منهم. حنان اللي كانت عامله لك فيها ملاك بريء هي اللي كانت بتروح وبتعمل لك الاعمال بنفسها، وانا اتأكدت من الكلام ده كويس قوي. ولو عاوزاني اوديكي للشيخ اللي كانت بتعمل عنده هوديكي. انت بتتكلم بجد يا عم صالح؟ انا مش قادرة اصدق الكلام ده خالص. ايدي في ايديكي يا اسماء عشان ناخد حقنا من اي حد ظلمنا في الدنيا دي. يلا ادخلي نامي جوه وارتاحي وبعدين نبقى نتكلم. وعم صالح اللي سابني ومشي وانا قفلت باب الشقة عليا بالمفتاح ودخلت عشان انام. واول ما غمضت عيوني لقيت امي واقفة قدامي وبتقولي ابعدي عن النار يا اسماء، النار صعبة قوي يا بنتي ومش هتقدري عليها ابدا.
ما انت السبب يا ماما في كل اللي حصل ده. ياما قلتلك نبعد عن القرف ده كله، وانت اللي ما كنتيش بتسمعي الكلام ابدا. انا خايفة عليكي يا بنتي، ابعدي عن صالح، ده شيطان وماشي على الارض. ما بقاش ينفع خلاص يا ماما، لازم اخد حقي من كل حد جه عليا واذاني. ابعدي عن النار يا اسماء اللي انا مشوية فيها يا بنتي، ابعدي عن النار يا اسماء. وانا قمت مخضوضة من النوم وقعدت اعيط جامد. وتاني يوم لقيت صالح جاي وبيخبط عليا وقال لي انا قلت اسيبك تنامي براحتك امبارح، مع اني كنت عايزك النهارده الصبح بدري. اتفضل ادخل يا عم صالح. وصالح اللي دخل وقعد، وانا قلت له اول حد لازم يشوف العذاب مني هي عمتي وبنتها، مش عايزاهم يشوفوا النوم بعينهم ابدا. ايوه كده يا اسماء، قلبك جمد وطلعت بنت جدعه صحيح ومش جبانه زي امك. امك كانت خايفه في البدايه لحد ما عرفت حقيقه الناس اللي حواليها. وانا خلاص يا عم صالح موافقه اعمل لك كل اللي انت عايزه، بس بشرط اشوف عمتي وبنتها متعذبين. بس كده من عينيا الاتنين. طالما بقى عايزاني اعملك عمل، حاضر هعملك كل اللي انت عايزاه، بس تاخدي العمل ده وتدفنيه في قبر امك. وانت بقى فاكر ان التربي هيوافق بالسهولة دي ويفتح على امي قبرها؟ وبعدين يعني انا خاف اعمل كده. لا بقولك ايه، انا مش عايز اسمع كلمة خايفة دي تاني. انا معاكي في كل حاجة، ولازم العمل ده يبقى موجود في مكان محدش يقدر يوصله ابدا. وفعلا صالح عمل العمل، ورحت دفنته في قبر امي. ولما رجعت الشقة لقيت واحدة واقفة قدام باب شقتي وبتقولي ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ انا جارتك ميرفت، وعرفت من صاحب العمارة ان انتي قاعدة لوحدك في الشقة دي، وقلت اجي واطمن عليكي بنفسي. وماله يا حبيبتي، تعالي اتفضلي جوه. لا تعالي عندي في شقتي، انا قاعدة لوحدي دلوقتي، جوزي مش بيجي بدري خالص، بيرجع على بالليل. وفعلا دخلت معاها شقتها وقعدت معاها وقالت لي ده انا الفرحة مستيعاني لما عرفت ان انا بقى ليا جارة في العمارة، واقعد واتكلم معاها واتونس بيها. اصل علي جوزي طول النهار بره في الشغل، وانا قاعدة في البيت ليل ونهار بين 4 حيطان وما بتكلمش مع اي حد خالص. ربنا معاكي ويقويكي يا حبيبتي. وانا فضلت قاعدة معاها لحد بالليل، وبعدها لقيت جوزها داخل علينا، وانا اول ما شفته قدامي اتوترت جدا، وقمت وقفت وقلت مين؟ علي؟ معقولة الدنيا صغيرة قوي كده؟ ايه ده؟ وانت تعرفي علي جوزي منين؟ معلش يا ميرفت، انا لازم امشي دلوقتي. وسبتهم ومشيت ورحت على شقتي على طول، وسمعتهم من شباك الصالة وعلي بيزعق وبيقول البت دي اياك حسك عينك تدخل الشقة دي تاني، انت سامعة ولا لا؟ قولي بقى كده يا حبيبي ان انت عرفت ان دي حبيبتك القديمة وقاعدة هنا في العمارة. وقال يعني قاعدة هنا في العمارة بالصدفة. اسمعيني كويس قوي يا ميرفت، البت دي امها كانت بتعمل اعمال سفلية وما كانتش كويسة ابدا، وانا عرفت الكلام ده قبل ما اتجوزها على طول، واول ما عرفت سبتها وما كملتش الخطوبة. ازاي بتقول عليها حاجة زي كده يا علي؟ البنت شكلها طيب جدا، وبعدين انا عرفت من البواب ان امها ماتت وهي قاعدة لوحدها في الشقة. بقولك ايه بقى، انت لازم تسمعي كلامي وخلاص، انت فاهمة ولا لا؟ وإياكي تدخلي البت دي عندنا تاني. انا مش ناقص يحصل لك اي حاجة، ولا حتى يحصل اي حاجة للي في بطنك. وانا اول ما سمعت كلامه نويت انفذ كل اللي في دماغي. وفي الوقت ده في شقة عمتي سمعت حنان بنتها بتعيط وبتصوت، ودخلت جري على اوضتها وقالت لها الله مالك يا حنان يا حبيبتي، فيكي ايه؟ يا لهوي انت وشك اصفر كده ليه يا بنتي؟
تعبانة قوي يا ماما، أرجوكي الحقيني بسرعة. وعمتي اللي أخدت حنان وجريت بيها على المستشفى. بس للأسف عمتي لما رجعت من المستشفى رجعت لوحدها وهي منهارة وبتعيط، وعم صالح اللي كان واقف وسامع وشايف كل اللي بيحصل ولقيته بيتصل بيا وقال لي أنا عندي ليكي خبر ب500,000 جنيه وهيفرحك قوي يا أسماء. سيبك من أي خبر دلوقتي يا صالح، أنا تعبانة جدا ومخنوقة ومش قادرة أتكلم مع أي حد. خير يا ست البنات، ناقصك حاجة في الشقة ولا إيه؟ لا، أنا عايزاك تجيلي حالا يا صالح، عايزاك في موضوع مهم. أنا كده كده كنت جايلك يا ست البنات عشان أفرحك بأحلى خبر في الدنيا. حنان بنت عمتك قابلت وجه رب كريم. وصالح اللي قفل معايا التليفون وبعد شوية لقيته جه وقعد معايا وقال لي أنا كده بقى عملتلك كل اللي انت عايزاه، بس الخبر ده بالنسبة لي أنا مش أحلى خبر ولا حاجة. أنا عايزة أعمل عمل للست اللي ساكنة قصادي في الشقة دي. أنا عايزاها تموت بالبطيء، عايزة حملها اللي ببطنها ده ينزل قدام عينيها وتتحسر عليه. وانت تعرفيها منين يا أسماء عشان تعملي فيها حاجة زي كده؟ وانت مالك انت إذا كنت أعرفها ولا لأ؟ انت تعمل بس كل اللي أنا عايزاه ومش عايزة أسمع منك كلام تاني. اسمعي بقى يا حلوة، زمن أبو بلاش راح واتنسى من زمان. عايزة مني حاجة يبقى قصادها حاجات تانية كتير زي أمك ما كانت بتعمل معايا بالظبط. أنا مش فاهمة أنت قصدك إيه؟ تقصد إيه بكلامك ده يا عم صالح؟ يعني أنا عشان أساعدك تعملي لي كل اللي أنا عايزه وإنت نفس الكلام؟ أنا عندي شغل كتير وعملت عشانك أكتر وأكتر، وكفاية قوي كده يعني إن بنت عمتك اللي ماتت وهي لسه في عز شبابها. فكرتني صحيح يا عم صالح، أنا لازم أقوم وأروح أعز عمتي الغالية ولازم أكون جنبها في وقت زي ده. وبعد شوية خدت بعضي ورحت لعمتي، وأول ما شافتني قالت لي أسماء كويس إن انتي جيتي يا حبيبتي، تعالي ادخلي. حقك عليا يا أسماء، أنا آسفة يا بنتي، أنا عارفة إن أنا غلطت في حقك كتير وظلمتك معايا، وإنتي مالكيش أي ذنب في كل اللي حصل. شفت اللي حصل لحنان دي كانت بتحبك أوي يا أسماء. وإنتي جاية تقوليلي الكلام ده دلوقتي يا عمتي؟ أنا طول عمري كنت ماشية كويس قوي، طول عمري كنت بحبك انتي وبنتك، وعمري ما عملتلك أي حاجة تزعلك أبدا. بس للأسف انتوا بتندموا بعد فوات الأوان. أنا مش جاية لحد هنا عشان أعزيكي، أنا جاية عشان أشمت فيكي يا عمتي. امشي اطلعي برا، ومش عايزة أشوف وشك ده عندي تاني. وانا قمت وسبتها ومشيت وانا فرحانة ومبسوطة ان انا شايفة عمتي اللي طول عمرها بتكرهني مكسورة ومقهورة على بنتها. وتاني يوم لقيت ميرفت جارتي بتخبط عليا، ولما فتحت لها الباب قالت لي انا مش عايزاكي تزعلي مني يا اسماء على المقابلة الرخمة اللي علي جوزي قابلها لك اول ما شافك، بس انا حاسه ان انت بنت كويسه وما تستاهليش كل اللي بيحصل ده. ومن قالك ان انا زعلانه؟ انا عمري ما زعل منك ابدا يا حبيبتي، وعشان تصدقي ان انا مش زعلانه انا عامله لك حاجه حلوه هتعجبك قوي، يلا عشان ااكلك منها. وميرفت اللي دخلت وقعدت معايا وقالت لي معلش حقك عليا يا اسماء، اصل انا لسه في اول شهور الحمل واي اكل اشوفه قدامي نفسي بتغم عليا ومش بقدر اكل اي حاجه. لا بقى شكلك كده انت اللي مش عايزه تاكلي من ايديا اي حاجه زي ما جوزك قالك بالظبط. اصل انا سمعت وهو بيزعق معاكي، بس كل اللي عايزاكي تعرفيه ان انا عمري ما كنت وحشه ابدا. امي بقى الله يسامحها هي اللي كانت بتعمل كده وانا ماليش اي ذنب. اخصى عليك يا اسماء، ما تقوليش كده يا حبيبتي. طيب عشان خاطر تعرفي ان انا مش قرفانه منك ولا حاجه هاخد منك الكيكه الحلوه دي واكل منها.
بس انا عايزه اطلب منك طلب، مش عايزه علي جوزي يعرف ان انا وانت بنتكلم مع بعض، مش عايزاه يزعل مني. وانا كنت لسه هطلب منك الطلب ده يا ميرفت، لاني مش عايزاكي تبعدي عني ابدا. انا خلاص ما بقاش ليا حد في الدنيا دي خالص، وانا عمري ما هبعد عنك ولا هسيبك حتى يا اسماء. وميرفت اللي قعدت تاكل قدامي من الكيكه اللي انا عاملاها وانا فرحانه ومبسوطه. واول ما جه الليل علي دخل شقته ولقى ميرفت قاعده وماسكه بطنها، وقال لها: الله، مالك يا ميرفت، تعبانه ولا ايه يا حبيبتي؟ مش عارفه مالي يا علي، انا من الصبح وانا تعبانه قوي، ارجوك اطلب لي الدكتور. مش قادره خالص يا علي. طيب قومي بسرعه يا حبيبتي وانا هاخدك على اقرب مستشفى. وانا فتحت باب شقتي ولقيت علي مسند ميرفت، وقلت لها: انا اسفه والله ان انا بتدخل يا استاذ علي، بس انا سمعت صوت ميرفت. مالك يا حبيبتي، ايه اللي وجعك؟ تعبانه قوي يا اسماء، مش قادره. بسرعه يا علي، يلا وديني على المستشفى. لا، انا لازم اجي معاكم دلوقتي، انا لا يمكن اسيبك في وقت زي ده. وفعلا رحنا على المستشفى على طول، وعلي اللي كان واقف بره، وانا مسكت ايديه وقلت له: مش عايزاك تخاف يا علي، بإذن الله هتكون كويسة. ممكن اعرف انت عايزة مننا ايه يا اسماء؟ ابعدي عننا بقى، انا عمري ما هفكر فيكي تاني. بس انا لسه بحبك لحد دلوقتي يا علي، وانا مليش ذنب في اي حاجة امي عملتها زمان. وفجأة لقينا الدكتور خارج علينا وقال: للأسف يا جماعة ما قدرناش نلحق الجنين، انا معرفش ايه اللي حصل معاها بالظبط، الحمل كان ماشي كويس جدا والجنين كان كويس، يلا ربنا يعوضكم ان شاء الله، بعد اذنكم. وفجأة لقيت صالح عمال يتصل بيا، وانا فتحت التليفون وقال لي: عمال اتصل بيكي من صباحية ربنا وانتي ما بترديش عليا ليه يا اسماء؟ بقول لك ايه يا عم صالح، مش وقتك دلوقتي خالص، اقفل دلوقتي، انا مع ميرفت جارتنا وعلي جوزها في المستشفى. بقول لك ايه بقى، انا شغلي مش هيتعطل عشان سي علي بتاعك، يلا اسبقيني على الشقة دلوقتي حالا. وانا قلت لك مش هينفع دلوقتي يا صالح، ده اكتر وقت لازم اكون واقفة جنبه فيه. حلو قوي الكلام ده. طيب يا ست البنات، زي ما انا عملتلك كل حاجة، اقدر برضو اعمل فيكي كل اللي انا عايزه، وانا اقدر اخليكي تكرهي اليوم اللي شفتني فيه. كمان نص ساعة الاقيكي واقفة مستنياني في الشقة، فاهمة ولا لا؟ وفعلا سبتهم ورحت على شقتي على طول، وقلت له: هو انت عايز مني ايه؟ ده انا ما صدقت ان علي خلاص لقيته هيبدأ يحس بيا، اكيد يعني لما يعرف ان مراته مش هيكون لها في الخلفة هيفكر يتجوزني. ومن قالك بقى ان مراته مش هتخلف تاني؟ اصلا انا ما عملتش كل حاجة انت طلبتيها مني بالظبط، مراته فعلا نزل منها عيلها، لكن ممكن تخلف في اي وقت. اصلا انا مش هعملك كل اللي انت عايزاه غير لما تخلصي لي شغلي الاول. بس مش هو ده اللي احنا اتفقنا عليه يا صالح، انا مش عايزاها تخلف تاني، وعايزاها كمان تشيل الرحم. ادخلي قدامي على الأوضة وانا هعملك كل اللي انت عايزاه. وفجأة لقيت الشرطة دخلت علينا وملت الشقة كلها، وعلي قال: سمعت بودنك يا حضرة الضابط، انا اول ما سمعتها بتتكلم في التليفون في المستشفى عرفت ان وراها مصيبة كبيرة، وهي اللي عملت كده في مراتي. اخيرا وقعت في ايدينا يا صالح. وانا مالي يا باشا، انا ما عملتش اي حاجة، هي السبب، هي وامها، انا راجل بخاف ربنا. بتخاف ربنا ايه يا راجل؟ ده انت شطان على هيئة بني ادم، وكفاية اذيتك للناس كلها، يلا قدامي على البوكس. والشرطة قبضت علينا، وهناك في القسم اعترفت على كل حاجة، وتم حبسنا احنا الاتنين. وبجد انا ندمانة في وقت ما ينفعش فيه الندم، صعبت عليا حنان وكل اللي انا عملته فيها، وميرفت وغيرهم، والمفروض ما كنتش مشيت ورا كلام الشيطان اللي اسمه صالح مهما حصل. وانا كل امنيتي دلوقتي
ان ربنا يغفر لي ذنوبي ويسامحني. وعايز اسأل كل متابعين حكايات ايمي، انا ليا توبة من تاني وفعلا ممكن ربنا يسامحني ويغفر لي اللي انا عملته؟ متابعيني الغاليين، طبعا سمعتوا حكايتها كلها، يا ريت تردوا عليها في التعليقات. وكده حكايتنا انتهت، يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم واستفدتوا منها زي ما متعودين من حكاياتنا. واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ايمي، والسلام عليكم ورحمة الله.